النهاردة تعال احكي لك حكاية ظريفة ما تتصدقش ومن اغرب ما يكون. تخيل معايا انك رائد فضاء وانك طلعت في مهمة روتينية لمحطة فضائية حوالين مدار كوكب الارض. لحد هنا تمام، مفيش مشاكل. بس هتعمل ايه لو لقيت في يوم ان الدولة اللي طلعتك للفضاء اتدمرت وما بقتش موجودة على الخريطة اصلا، وانك بقيت محبوس بره الكوكب كله علشان ما بقاش في دولة انت منتمي ليها ومفيش حتى فلوس علشان ترجع لها؟ طب مين ده وازاي حصل معاه كده؟ ازاي شخص ممكن يفضل موجود في الفضاء لما يقرب من سنة كاملة بدون ما يعرف يرجع؟ السلام عليكم ورحمة الله يا صديقي العزيز. كوباية الشاي الحلوة في ايديك وتعال احكي لك الحكاية من الاول. الحكاية كلها بدأت يوم 18 مايو سنة 1991 لما مهندس الطيران السوفيتي أو الروسي حاليا سيرجي كاريكاليف طلع للفضاء من ميناء بايكانور الفضائي اللي وقتها كان جزء من الاتحاد السوفيتي، بس هو موقعه حاليا في دولة احنا نعرفها باسم كازاخستان. الراجل ده كان طالع في مهمة المفروض انها تستمر لمدة 5 شهور علشان يعمل إصلاحات ومهمات روتينية وياخد باله من إدارة محطة الفضاء السوفيتية اللي بيسموها مير. التدريب بتاعه اللي خده قبل ما يطلع للفضاء وقتها كان بيأهله انه يفضل قاعد هناك ال5 شهور دول بس، مش ازيد من كده. بس اللي حصل فوق هي قصة جديرة بفيلم وثائقي. صديقي العزيز، عايزك تتخيل ان الراجل ده في وقت ما كان هو بيتفرج على كوكب الارض من على بعد 350 كيلومتر تقريبا بره سطح الكوكب، حصل الانقلاب الشهير على الرئيس السوفيتي ميكائيل جورباتشوف يوم 19 اغسطس سنة 1991. نزل الشعب الروسي للشوارع في مظاهرات عارمة خلت الدبابات بتاعت الجيش السوفيتي تتحرك بعدها في قلب الميدان الأحمر أو الريد سكوير قلب الاتحاد السوفيتي المرعب. وبعدها الموقف اتلم، بس بعد ما كان التمن عظيم، والتمن ده كان إعلان انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي ل 15 دولة وإعلان الدول دي استقلالها التام عن السوفيت، وبداية انهيار الحزب الشيوعي اللي كان بيحكم روسيا من العشرينات. دول زي كرواتيا وسلوفينيا أعلنوا استقلالهم من الاتحاد اليوغوسلافي، ودول زي أوكرانيا وكازاخستان ظهروا لأول مرة كدول مستقلة وبدأوا ينفصلوا باقتصادهم عن روسيا الأم. بسبب ده الاقتصاد وقع تماما وحصل تضخم رهيب أدى إلى إن المرتبات اللي الناس كانت بتاخدها ما بقتش تكفي تجيب وجبتين غدا. الدنيا باظت تماما، وسقوط الاتحاد السوفيتي العظيم كان حديث العالم في وقتها، خصوصا في أمريكا اللي كان بقالها سنين طويلة بتخوض حرب باردة ضد السوفيت كانت بتتنافس معاها في مجالات عديدة، من بينها الحاجة اللي بنتكلم عنها هنا اللي هي الفضاء وسباق الوصول للقمر. وده بيرجعنا مرة تانية لسيرجي، الراجل في وسط ما هو على محطة الفضاء الروسية وبيتفرج على الأرض من بره. دول كاملة وقعت ودول كاملة جت للوجود. فجأة ميزانية وكالة الفضاء السوفيتية اللي طلعته للفضاء ما بقتش تكفي أي حاجة، عشان سياسة روسيا وقتها كان توفير الفلوس بأي تمن علشان يقدروا يصمدوا قدام التضخم اللي كان ممكن يسبب انهيار كامل للدولة الروسية وقتها. فبسبب ده كل حاجة ليها علاقة بالفضاء تحولت فجأة لمجرد رفاهية وملهاش أي لازمة. في الوقت ده بدأت روسيا تبيع رحلات للدول اللي كانت عايزة تطلع للفضاء على صاروخ سويوز الروسي الشهير كوسيلة لعمل للفلوس، وفعلا باعوا رحلة للنمسا ب7 مليون دولار، وبعدها رحلة لأول صحفي ياباني يتم إرساله للتصوير للفضاء ب12 مليون دولار. مش بس كده، ده كان في كلام كمان إنهم كانوا عايزين يبيعوا محطة الفضاء الروسية كلها باللي فيها. أنت متخيل يبيعوا محطة الفضاء بالراجل اللي عليها اللي هو محطة فضاء استعمال طبيب وعليها مهندس طيران هدية والسعر انبوكس؟ طبعا الموضوع اتحول لمهزلة بكل المقاييس، وسيرجي ما بقاش عارف يعمل ايه، خصوصا ان كان في رواد فضاء تانيين كتير بيجوا يقعدوا معاه شهر ولا 2 وينزلوا وهو الوحيد اللي بيفضل قاعد فوق، وخصوصا كمان ان تخصصه مخليه هو الوحيد اللي يعرف يدير محطة الفضاء، لان مفيش اي حد من اللي طلعوا له كان مهندس طيران او مؤهل لإدارة المحطة. فبالتالي كل حاجة كانت على كتفه هو، وكان في خطة انهم يطلعوا رائد فضاء جديد علشان ياخد مكانه ويدير المحطة، بس للأسف وقفت علشان ما كانش فيه فلوس تكفي. المشكلة كمان في ايه؟ انه كان عنده كبسولة في المحطة وكان يقدر يستعملها علشان يقدر يخرج من محطة الفضاء ويرجع الأرض مرة تانية، ودي بتبقى متصممة للأمان علشان لو حصل أي مشكلة في المحطة الرواد اللي عليها يقدروا يهربوا. بس لو كان عمل كده كان معناه ان المحطة هتبقى فاضية تماما ومفيش حد بيديرها، وطبعا هتتدمر وهيضيع معاها شغل سنين وميزانية ملايين ويمكن مليارات الدولارات اللي اتصرفت على تصميمها وإطلاقها. فعلشان كده قرر يتحمل المسؤولية ويقعد ويستنى. وعلى الرغم من إن قعاده في المحطة كان ممكن يسبب له مشاكل صحية كتيرة زي خطر الإصابة بالسرطان وخطر تدمير عضلاته وعظام جسمه وحتى حاسة البصر كمان بسبب الإشعاعات الضارة اللي بيتعرض لها بشكل مستمر وهو بره الغلاف الجوي للأرض، بس هو ما فكرش في نفسه، كل اللي كان بيفكر فيه بلده وواجبه ومسؤوليته تجاهها. وعلشان كده فضل مستني كتير جدا، قعد أكتر من 10 شهور في الفضاء مستني لحد ما الفرج جه في صورة ألمانيا اللي دفعت 24 مليون دولار علشان تشتري مكان لرائد فضاء ألماني يطلع مكانه ويدير هو المحطة بداله. والرائد ده كان اسمه كلاوس ديدغيش فلادا،
وفعلا يوم 24 مارس من سنة 1992 رجع سيرجي أخيرا إلى الكوكب مرة تانية علشان يلاقي نفسه نازل في دولة غير الدولة اللي طلع منها، والمدينة اللي نزل فيها اللي هي أركاليك ما بقتش سوفيتية ولا روسية حتى، بل اتحولت إلى مدينة في دولة كازاخستان المستقلة. تخيل انت بقى ان في الوقت اللي قضاه في محطة الفضاء، المدينة اللي كان عايش فيها هو ومراته وابنه ما بقتش اسمها لينينجراد، بقى اسمها سانت بيترسبرج. تخيل انه على محطة الفضاء لف حوالين الارض اكتر من 5000 مرة، وفي الفترة دي مساحة دولته قلت بقدر يزيد عن 5 مليون كيلومتر مربع. تخيل ان حتى الفلوس اللي كان بياخدها او المرتب بتاعه اللي هو كان 600 روبل، واللي قبل تفكك الاتحاد كان يعتبر راتب عالي جدا، ما بقاش ليه اي لازمة بعد ما رجع الارض بسبب التضخم الاقتصادي، لدرجة ان سواق الاتوبيس بتاع النقل العام بقى بيقبض اكتر من ضعفين المرتب بتاعه. عايزك بس تتخيل معايا شكله هو خارج من كبسولة السيوريس بعد ما رجع للأرض أخيرا، والكاميرات بتصوره وهو بيخرج من الكبسولة عرقان ووشه شاحب والدم هربان منه، لابس بدلة فضاء عليها علم الاتحاد السوفيتي اللي هو اتحلل واتفكك خلاص بقاله سنة، آخر مواطن لدولة ما بقتش موجودة على الخريطة أساسا. قصته وقتها كانت قلب الدنيا، وده عشان بالفعل هو بطل حقيقي. هتسألني ليه؟ هقولك بسبب عزيمته وإصراره. كان ممكن يضحي بنفسه وينزل بالكبسولة، لكن هو راهن على حياته واختار انه يخليه قاعد هناك علشان خاطر بلده. ونرجع تاني لمحطة الفضاء الروسية مير اللي فضلت عايشة وتطورت فيما بعد علشان تصبح النواة الأولى لأعظم حاجة حصلت في تاريخ التعاون الدولي لغزو الفضاء، والحاجة دي كانت محطة الفضاء الدولية. والأغرب من كل ده إن سيرجي كان متواضع جدا وبيصر إنه ما عملش حاجة وإن ده كان واجبه مش أكتر، وبسبب ده تم اعتباره بطل روسي حقيقي. بعدها سيرجي رجع للفضاء تاني في مهمة تاريخية كأول رائد فضاء روسي يسافر للفضاء على متن مكوك من تصميم وكالة ناسا الأمريكية، وكمان بعدها طلع لمحطة الفضاء الدولية كأول رائد فضاء روسي عليها هو وصديقه الأمريكي روبرت كابانا. سيرجي كريكاليف سجل رقم قياسي للوقت اللي أضافه في محطة الفضاء، ويقدر بنحو 803 يوم و9 ساعات و39 دقيقة، منهم 41 ساعة و8 دقايق قضاهم بره المحطة، سابح في وسط الفراغ اللانهائي وهو بيصلح حاجات أو بيعمل مهمات سير في الفضاء. صديقي العزيز، تخيل الراجل ده حس بإيه وهو بيتفرج على الكوكب بتاعنا من بره. تخيل إيه اللي كان في دماغه وهو شايف المشهد المسالم الجميل ده من الفراغ المظلم، غير مهتم بكل الحروب والصراعات والثورات والانقلابات اللي كانت بتحصل على السطح، علشان حسب كلامه من الارتفاع ده كل حاجة مهما كانت كبيرة ومخيفة كانت بتبان تافهة وملهاش لازمة. وفي الختام قصتنا انتهت يا صديقي العزيز، وإلى اللقاء القريب.